السلام عليكم. كان من المفروض باش نعمل فيديو خفيف نظيف باش نحكي فيه 3 نقاط، وباش نقول لكم علاش كان من المفروض، لانه تقريبا منذ لحظات وانا نحضر في الفيديو هبط بلاغ نتخيل يولي هو ليه الاولويه ان نحكيو عليه. لكن شنو 3 نقاط اللي كنت باش نحكي عليهم؟ النقطه الاولى، فما حكايه قاعده تتباع المده الاخرى في الاعلام وفي خلينا نقولوا في الاذاعات وفي المواقع، فما تمشي عام متاع يحبوا يحصروا اي حكايه واي انتخابات ولا اي طرح سياسي ما بين قيس سعيد وبعير. قال لك ها بحكم انه قيس سعيد رئيس السلطه الامر الواقع تو مشد في كل شيء، دونك عنده فرص، وبعير بحكم انها قال شنية، قال لك اكثر حزب منظم كيفاش ما ندروش. المهم تحس فما تمشي عام متاع يحبوا يحصروا الانتخابات الجايه ما بين امارات، يعني دربي اماراتي وصندوق الانتخاب في نعرفش انا في دبي، يعني باش تصير الحكايه. فما تمشي عام هكا قاعد يصير تحت حس مس انه يحبوا يخليوا الطرح اماراتي. كنت باش نحكي فيه لكن خليه على جنب، نرجع له مره اخرى. والموضوع الثاني حبيت نهني اذاعه موزايك انه ولا عندها كرونيكور قار في ميدي شو زقفوني بوراقه، وعلل الكلام هذا ابو بكر بن عكاشه، قال لك عندنا 180 لازمتنا نوكلوهم ونشربوهم. يعني عقليه اسمه ذاك حسن الزرقوني، وقت سالوه قالوا له وين الارقام نتاعك، قال لهم عندي عائله. اليوم موزايك زاد بيدا ولا تخمم في عقليه عندها عائله، هذاك علاش جابوا كرونيكور زقفوني بوراقه لاول مره تصير في موزايك تحت عنوان عندهم 180 خدام لازمتهم يخدموا. نغلق القوس هذا. ثالث نقطة كنت باش نحكي عليها هي التكعرير متاع قيس اللي ما حبش يتفك، هذا كل يوم يحكي على الإدارة ونسان الإدارة هي اللي عمل بها انقلاب، الإدارة هي اللي قتل بها توانسة وخبت تلقيح، الإدارة هي اللي سكرت له باب البرلمان، الإدارة هي اللي لفقت له التهم للمعارضين متاعه، الإدارة هي اللي جابت له نقابيين بشهدوا شهادات زور ضد يعني قيادات ائتلاف الكرامة، الإدارة يعني اللي عملته ما عملوا حتى حد. هذا الكل خليه على جنب. لكن صارت حاجة تقريبا منذ ساعات وانا نحضر في الفيديو، حطيت هذا الكل على جنب وقلت لازم نحكي فيه الموضوع هذا. بلاغ هبط في الصفحة الرسمية متاع معتمدية تاع قارب، تعرف شو يقول؟ قال لك هو حكى المرة الأولى على أزمة الخبز ودرشنية والمحتكرين وكالريق البارد الكل، ليه وبعد يعمل هك ويوخر ويقدم ويضربنا بكرد حجر. قال لك اللي عنده مناسبات افراح، وقال افراح باش علينا، قال لك اللي عنده اي مناسبه ومستحق بزايد خبز لازمته ياخذ ترخيص. لو رد بالك الترخيص كي باش تاخده مش مباشره يولي عندك الحق تاخذ بزايد خبز، لا، يتاكدوا منك. يعني اللي عنده، سامحوني في الكلمه وحاشا من يسمع، اللي عنده فرق مستحق خبز لازمته يمشي للمعتمديه باش ياخذ رخصه ويثبتوا كيفاش مش عارف يجيبوا المعتمد يغسل. قال لك ليه يتاكدوا، وليه واللي وفي العروسات لازمتك تثبت. كيفاش تثبت؟ كيفاش باش تتاكد دار عرس؟ لحظه ساعه، واحد داخل معتمديه تفضلش تحب والله باش ناخذ ترخيص باش نشري 10 باجات زايدين. وصلنا في تونس انك في مرحله هذه انه في عهد قيس سعيد عندك فرق، عندك عرس تمشي المعتمدية تبلغ، والمعتمدية تخرج لجنة، واللجنة تثبت قداش لازمتك من باجات. راكم في حالة متاع هبال، راكم وصلتوا من الهبال ما عادش العقل يقبلوا. راه والله العظيم المرة الأولى نصيبها نكتة، المرة الأولى نصيبها نكتة، إلا ما دخلت للصفحة الرسمية متاع معتمدية تاع قارب دخلت نلقاها الحكاية صحيحة. يعني معناها في الأفراح توا حسب المعتمدية ذي قبل ما تعمل عرس تمشي تاخو مطلب وتخرج لك لجنه ويشوفوا قداش من خبزه ويحسبوا لك عدد الاستدعاوات، ولا وانت خارج مات استدعاء لازم على الاستدعاء تاخو باجات. كيفاش باش تعملوا؟ كيفاش باش تتاكدوا؟ شنية الهبال هذا؟ شنية الهبال؟ ولحظه ويولي رشيق، كيفاش رشيق بالباجات؟ وجاي واحد من تالي 3 باجات على راس العروسه والعروس،
وتو الاخر يقول له ترجع له في الفرحه ان شاء الله، وبعد صارت نبذه يقول لك رميت لك 3 باجات، انت رميت لي 2 باجات في عرسي. يعني وصلنا لهذا. شنية الهبال هذا؟ شنية الهبال اللي وصلتوا له؟ صدق من قال قيسون يا معذبه.